يا مساء الفل أو يا صباح الفل على حسب ما الفيديو هيوصل لك. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة واحد من أشهر الحكايات اللي الناس بتحب تسميها لعنة الفراعنة، مع إن مفيش حاجة والله اسمها فراعنة ولا في حاجة اسمها لعنة، اسمهم المصريين القدماء. ومفيش لعنات، دي بتبقى تعويذ لحماية الملوك أو المتوفى بشكل عام، وبتكون خاصة بمرحلة الانتقال للعالم الآخر. في ناس بقى بتسأل ليه المتحف المصري الكبير كل ما يحددوا له ميعاد الافتتاح بيحصل ظرف غريب يخليه يتأجل. ما هو مش معقول يعني هتبقى صدفة كل مرة. وربطوا ده بالملك توت وبكنوز الملك توت اللي في المتحف الكبير، وإن هو مش عاوز حد يزعل. ده في كمان فكرة لحفلة الافتتاح بإننا نجيب حد من العازفين المشهورين على آلات النفخ عشان ينفخ في بوق توت عنخ آمون، وما أدراك ما هو بوق توت عنخ آمون. ودي فكرة لوحدها بتمثل لي أنا شخصيا فيلم رعب. تعال معايا أحكي لك القصة من الأول. القصة يا سيدي بدأت سنة 1922 لما هوارد كارتر اكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون في وادي الملوك. الحدث كان عالمي والكنوز اللي خرجت منها كانت أسطورية، لكن بعدها بدأت تحصل وفيات وأحداث غريبة للناس اللي كانوا مرتبطين بالاكتشاف ويمكن للفريق كله. ممول الحملة حصل له جرح بسيط اتلوث ومات بعدها بشهور قليلة. مساعد كارتر مات فجأة بتسمم، وفي حد تاني حصل له حمى ومات، وفي غيرهم كتير. الموضوع موقفش بس عند الأجانب، كان في مصريين كتير كمان. حتى الدكتور زاهي حواس نفسه حكى أكتر من مرة إنه لما راح يزور المقبرة حصلت له مواقف غريبة جدا، زي حادثة عربية وأحداث صحية لعيلته. لكن هو دايما كان بيقول إن دي صدفة وإنه مش مؤمن باللعنة، رغم إنه بيعترف إن القصص دي بتخلي الناس منبهرين أكتر بالآثار المصرية. طيب والبوق بتاع الملك توت إيه حكايته ده كمان؟ البوق يا سيدي أول مرة اتجرب واتنفخ فيه سنة 1939، بعدها بأيام الحرب العالمية التانية بدأت. نيجي بعدها لبداية التسعينات نفخ فيه تاني، قامت حرب الخليج، وفي 2011 اتنفخ فيه تالت، وبعدها قامت ثورة يناير. اللي أقدر أقوله لك واللي احنا متأكدين منه كمرشدين سياحيين إن علميا مفيش دليل على لعنة حقيقية، لكن في تفسيرات بتقول إن المومياوات والأماكن المغلقة ممكن يكون فيها بكتيريا أو فطريات قديمة بتضر الصحة. وبخصوص البوق ففي ناس بتفسر ده على إنه مجرد صدفة، وفي ناس شايفين إن المصري القديم كان بيؤمن إن أدوات الملوك بتحمل قوة روحية رهيبة، خصوصا لو كانت جزء من الطقوس الجنائزية. المهم في الآخر يعني نسأل الله السلامة، وإن الافتتاح إن شاء الله يتم على خير ويطلع في أحسن صورة قدام العالم كله. بس برضو ما تنساش تقولي رأيك، هل فعلا اللي بيحصل ده مجرد صدف عادية ولا لعنة حقيقية احنا لسه ما اكتشفناش؟ سلام.